بالفيديو تصريح عاجل من اللاعب المغربي حكيم زياش قبل قليل يعلن فيه عن قرار مزلزل للمغاربة وغير متوقع بعد الخسارة والإقصاء من كأس أفريقيا. تفاجأت وزلزلت كل الجماهير المغربية قبل قليل بالتصريح العاجل وغير المتوقع من اللاعب حكيم زياش، وذلك بعد خيبة الأمل والحزن الذي تعرض لها كل من الجماهير المغربية ولاعبي المنتخب المغربي بعد الخسارة أمام جنوب أفريقيا ب2-0، ما تسبب في إقصاء المنتخب المغربي من نسخة كأس أفريقيا 2024 المقام في دولة ساحل العاج، حيث كان كل الشعب المغربي يتطلع أن يحقق المنتخب المغربي اللقب القاري خلال هذه النسخة، خصوصا أن المنتخب المغربي كانت عندهم كل الإمكانيات لتحقيق ذلك، لكن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن. وتفاجأت وزلزلت كل الجماهير المغربية قبل قليل بتصريح عاجل وغير متوقع من اللاعب المغربي حكيم زياش يعلن فيه قرارا غير متوقع وصادم لكل الجماهير المغربية والشعب المغربي، حيث وحسب ما نشرت بعض المصادر الإعلامية المقربة من وكيل أعمال اللاعب حكيم زياش، فإن هذا الأخير أخبر وكيل أعماله إنه قرر اعتزال اللاعب دوليا مع المنتخب المغربي، وقال إن نسخة كأس أفريقيا 2024 كانت هي آخر بطولة يشارك فيها مع المنتخب المغربي. وقال أيضا: هناك لاعبين أصغر سنا مني يستحقون اللعب مكاني، وأشكر كل الشعب المغربي والجماهير على حبهم لي ومساندتهم لي طيلة هذه السنوات. وقالت نفس المصادر إن زياش سيعلن عن قراره بشكل رسمي في الأيام القليلة القادمة، وهذا ما أحزن كل الجماهير المغربية.